يعني ايه الرجاء؟ يعني الواحد يكون عنده امل ويترجى خيرا، يترجى خيرا مهما اشتد الامر ومهما تعقدت الحاله ومهما طالت المده، لا يفقد الامل ولا يقع في اليأس. وعكس الرجاء اليأس. بالرجاء مقابلة الضيقات ببشاشة وترجو الخير باستمرار. تفتكر قول الرب: وضعت أمامك بابا مفتوحا، أو قول يوحنا الرائي: نظرت إذا باب مفتوح في السماء. الرجاء معناها يكون عندك نظرة متفائلة غير متشائمة، بحيث لا يدركك القلق ولا الاضطراب ولا الحزن ولا الكآبة ولا اليأس. تنظر باستمرار إلى مستقبل أفضل وإلى غد أسعد، وتقول لمخك باستمرار: كل شيء يتصلح، كل شيء هيتصلح، وكل مشكلة تقول مصيرها تنتهي. بالرجاء إن فاتتك فرصة التمس غيرها. عدم الرجاء يحطم معنويات الإنسان ويدركه الحزن واليأس، وإذا كمل عدم الرجاء ممكن يقع في الانتحار. ولما نقول الرجاء المقصود به الرجاء فالله نفسه، الله الذي هو رجاء من ليس له رجاء، ومعين من ليس له معين. رجاء في انتظار الرب، تنتظر الرب ان يحل لك موضوعك، ولا تنتظر بقلق ولا اضطراب، انما تنتظر بثقة وفرح. وزي ما بيقول الكتاب: انتظر الرب تقوى وليتشدد قلبك، وانتظر ربك. واعرف ان ربنا هيجي لك ولو في الهزيع الاخير من الليل. وافتكر قول النبي: اما منتظروا بالرب فيجددون قوة ويرفعون اجنحة كالنسور. يكون عندك ايضا رجاء في استجابة الصلاة. ايليا النبي صلى من اجل نزول المطر ولم تحدث استجابة في ال6 صلوات الاولى. استمر الى الصلاة السابعة وقيل له ان جاية غيمة قد كفة اليد، فشعر ان الله استجاب اخيرا. اللي عنده رجاء يستطيع ان يمنح الرجاء لغيره. ده احنا نجد الرجاء في الحياة العامة. رجاء الزارع في نمو زرعه في المحصول، رجاء الجندي في كسب المعركة، الرجاء الذي يمنح الروح المغامرة والشجاعة، الرجاء اللي هو حافز للعمل والاجتهاد، رجاء حتى عند دفع العشور. تشعر بأن ربنا قادر أن يبارك في 19 فيكفوا أكثر من المبلغ كله. ورجاء في الحياة الأخرى. عايز أقول لكم شوية قصص في الرجاء
جت في الكتاب المقدس. أول رجاء في الكتاب المقدس بالنسبة للبشر رجاء حواء في إن نسل المرأة هيسحق رأس الحي. بعد كده رجاء آخر عند نوح. الماء غطى الأرض كلها والفلك طلع فوق الجبال، ونوح وجد نفسه في فلك مغلق عليه ومعاه الوحوش ومش شايف أرض أبدا، ولكن كان عنده رجاء إن المياه تتسرب ويرجع يرى الأرض مرة أخرى ويرسل فلك. رجاء أبينا إبراهيم في إن إسحاق هيعود حيا حتى لو قدموا ذبيحة. ربنا قال له بإسحاق يدعى لك نسل، وقال له نسلك هيبقى زي نجوم السماء ورمل البحر، وده هيتذبح. فكان عنده رجاء ان اسحاق لابد ان يرجع حيا. رجاء موسى النبي وهو واقف امام البحر الاحمر، البحر امامه والعدو خلفه والشعب فقد رجاءه. اما موسى النبي فقال لهم قفوا وانظروا خلاص الرب. الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. كان عنده رجاء، وبهذا الرجاء كان واثقا ان البحر هينفتح امامه وهو يخش جواه. رجاء عند داوود النبي في محاربة جولياث، قصاده محارب زي الوحش في ضخامة جسمه وفي طول سلاحه مخيف، وداود ما عندوش غير كم حصواية ومقلاع، لكن كان عنده رجاء انه بالحصواية وبالمقلاع هينتصر على جولياث. لذلك قال له اليوم يحبسك الرب في يدي. يحبسه ازاي؟ عنده امل في كده ان ده لابد هيحصل. رجاء يوسف الصديق في تحقق احلامه. جايز نسي الموضوع ده شويه، لكن ما فيش شك ان الحكايه دي كانت تداعب ذهنه بين الحين والاخر. رجاء اخر صعب رجاء يونان النبي وهو في بطن الحوت. مين اللي يكون جوه بطن الحوت ويكون عنده رجاء في الخلاص؟ ولكن يونان النبي ركع جوه بطن الحوت وصلى، ومن ضمن كلامه قال للرب اعود وارى هيكل قدسك، اعود وارى هيكل قدسك. كل دي تورينا ان مهما كان الامر صعبا لكن الانسان لا يفقد الامل ابدا. رجاء الشعب في العودة من السبي، من سبي بابل واشور. صحيح طالت المدة بقت 70 سنة، لكن اخيرا رجعوا. رجاء استير في ان ربنا هيقبل صومها وصوم الشعب، ورجائها ايضا في ان الملك
هيسمح لها بمقابلته ويسمع شكواها وتجد نعمة في عينيه وقد كان. كل دي في العهد القديم. في العهد الجديد نجد واحد كان عنده رجاء أكثر من كل دول، رجاء اللص اليمين وهو على الصليب وما فضلوش غير حاجة بسيطة ويموت وهو راجل خاطئ، لكن رجاؤه في المغفرة وفي الملكوت وفي قبول ربنا ليه جعله يقول اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. رجاء العاقر في ان يكون لها ولد، حنة اللي كانت عاقر وفيما بعد بقت ام صموئيل كان عندها رجاء. سارة لما فقدت الرجاء غلطت، فلما ربنا قال في موعد الحياة يكون لها ناس ضحكت في داخله. وهكذا أخطأ زكريا الكاهن لما فقد الرجاء لأنه بقى شيخ وربنا عاقبه. وأيضا ضعف إبراهيم حينما قال ليعش إسماعيل قدامك. في نوع من الرجاء، رجاء في الشفاء. طبعا ناس كتير جدا كان عندهم رجاء انهم يشفوا، لكن اضع امامكم مثل عجيب شوية، وهو مريض بيت حسدة اللي بقاله 38 سنة مش لاقي واحد ينزله في البركة، برضه فضل عنده الرجاء مدى 38 سنة لغاية لما جه المسيح وشفاه. رجاء المولود أعمى، ودي كانت أول مرة واحد مولود أعمى ينال البصر. في رجاء في القيامة، على هذا الرجاء يموت الكل شاعرين ان وراء الموت في حياة اخرى يترجونها. ولذلك بولس الرسول يقول لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، اللي ما عندهمش رجاء في القيامة. مرثا لما مات اخوها العازر كان عندها رجاء ان يشفى وهو مريض، لكن حكاية يقوم من الموت بعد في اليوم الرابع كانت مهزوزة الحكاية دي قصادها. عشان كده السيد المسيح قال لها ان امنتي ترين مجد الله. هنشكر ربنا ان كل الذين رقدوا على رجاء استحقوا ان المسيح يفتقدهم ويدخلهم الفردوس. في رجاء ايضا في الغفران. مهما كان الانسان خاطي يكون عنده رجاء ان ربنا يغفر له. عندنا مثلين ضد بعض، بطرس الرسول اللي انكر المسيح 3 مرات، ويهوذا اللي ما كانش عنده رجاء. بطرس الرسول انكر المسيح لكن كان عنده رجاء ان ربنا هيغفر ليه، لكن يهوذا ما كانش عنده رجاء. علشان كده في عدم الرجاء يئس وقتل نفسه.
داود مع انه اخطأ خطية كبيرة لكن كان عنده رجاء في المغفرة. وسليمان ايضا كان عنده رجاء في المغفرة. اباء برية شهيد كان عندهم رجاء في عودة بائسة اللي انحرفت وذهبت الى بيت للساقطات، ولذلك ارسلوا لها احد الاباء ليرجعها، وامكن انه يرجعها، ورأى روحها عندما خرجت من ذلك المكان بالليل صاعدة هذه الروح الى السماء. رجاء ام أوغسطينوس في عودة أوغسطينوس الى الايمان والى حياة البر والقداسة، قعدت تبكي عليه ربما 20 سنة، لغاية لما قال لها القديس أمبروسيوس ان ابن هذه الدموع لا يهلك. رجاء في عودة الخاطئ، سواء رجاء الإنسان في أن يعود إلى الله أو رجاء الخادم في ابن الذين يخدمهم مهما أخطأوا هيرجعوا إلى ربنا. لأن في خدام في مدارس الأحد إذا ولد غاب مدة طويلة يشطبوه من قائمة الأسماء اللي عندهم ويبقى ضاع. أو أب اعتراف ابن بقاله مدة طويلة ما بيجيش يعتبروا إنه خلاص. ده إحنا عندنا رجاء حتى في الذي يرتد عن الإيمان، إن لابد هيرجع في يوم من الأيام، فلا نيأس منه. رجاء في التوبة. هو ذا النبي يقول في الكتاب: لا تشمتي بي عدوتي فإني إن سقطت أقوم. يشعر إنه مهما غلط لابد هيقوم في يوم من الأيام. بل يقول الكتاب إن الصديق يسقط 7 مرات ويقوم. يعني مهما سقط في رجاء في إنه يقوم. فمهما وقعت في الخطية قول أنا لي رجاء إن ربنا يخلصني من الخطية، يخلصني من الأفكار. أو واحد يقول عندي رجاء إن ربنا يخلصني من عادة متعبة موجودة عنده، زي إنسان مثلا بيدخن سجاير بقاله سنين، إن فقد الرجاء هيفضل على طول. لكن إن كان عنده رجاء يشعر إن على الرغم من السنين الطويلة لابد ربنا هيخلصه. وهكذا أي واحد وقع في الإدمان يكون عنده رجاء إن ربنا يخلصه. لأن لو الواحد فقد الرجاء هيستمر في الخطية ويضيع. بينما يقول الكتاب عن الشجرة التي لم تصنع ثمرا، وكان هناك اقتراح بأنها تنزع من الأرض، فقيلت هذه العبارة: اتركها هذه السنة أيضا ريثما أنقب حولها وأضع زبدة، ربما تجيب ثمر بعد كده. حتى لو كان يبدو الأمل خفيفا أو ضئيلا، الكتاب بيقول إن وجدت حبة واحدة في العنقود فما يزال فيه بركة.
تصوروا من قصص الرجاء في العالم ان الحكم الشيوعي في روسيا وفي رومانيا بعد ما استمر 70 سنة يقولوا ما فيش ربنا، رجعوا مرة أخرى إلى الإيمان وإلى بناء كنائس جديدة، وأصبح روسيا فيها أكبر عدد من الأرثوذكس المؤمنين في العالم، ورومانيا أصبحت من البلاد بتاعت ربنا. أحب أن يكون عندنا رجاء باستمرار.